السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد الافندي على قناة باكورد. الحقيقة بس عندي، تعال نشوف بقى بنت ميشيل يانكون عملت ايه مع جمهور النادي الاهلي، وايه اللي حصل بينها وبين الجمهور ساعة الاحتفالية مع الاهلي بدرع الدوري. وعملت كده شوية تريكات وحركات مع الجمهور بس لذيذة جدا. عايز اقول لك التفاصيل، ولكن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. واشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس على الكل، وانتش اللايك الجامد عشان يوصلك كل جديد مع احمد الافندي. الحقيقة بس عندي على قناة باكورد. عايز اقول لك ان هي عملت تفاصيل حلوة قوي مع الجمهور، وراحت رقصت بالايقاع المصري على نغمة الجماهير الاهلاوية لما كانوا بيحتفلوا بالدوري، وندهوا على ابوها وندهوا على ناس كتيرة جدا. وهي راحت بترقص عليه. عايز بقى تفهم التركية بتاعت حب النادي الاهلي ده، غير ان هي علقت وقالت قبل كده ان انا دمي اهلاوي، انا الدم بتاعي لونه احمر زي النادي الاهلي. فلما تشوفها بترقص على الايقاع ده وبتعمل كده على نغمة انا ناوي، انا ناوي ميشيل يانكون اهلاوي اللي هو ابوها طبعا، فتلاقيها بقى بتمشي بتعمل انا بتعمل التريكات اللي هي كده دي. عارف، تريكات لذيذة، تريكات حلوة. التريكات دي بتخليك تحس ان هي قد ايه اهلاوية بجد، وبتعشق النادي الاهلي. والناس دي طبعا هم فري، يعني ما عندهمش القيود الدينية والكلام اللي احنا فيه يعني. هي مش مسلمة طبعا، فعشان كده احنا بنتكلم بكل حرية ان هي دينها بيسمح بان هي تعمل كده وتهزر وتضحك وترقص وتغني، وده عادي يعني. فتفاصيل حلوة جدا، وبالنسبة لهم هي فرحانة ومبسوطة بالنادي الاهلي. وتحياتنا ليهم طبعا، مشرفين مصر. واشوفكم في فيديو جديد. لايك للفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل. تحياتي ليكم في رعاية الله. سلام.